اهلا بيكم في تاروت الامبراطور. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لبرج الثور طاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج، وخدوا من الفيديو اللي ينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج الثور، انا شايف هنا ان في اتنين كتير بيحبوا بعض، بس ممكن يكون زي في فجوة ما بينكم في العلاقة، او عدم القدرة على التواصل ما بينكم انتوا الاتنين. وانا شايف ان من كتر الحيرة، او من كتر زي ما يكون في طرف فيكم مش بيتكلم، او مش بيعبر عن اللي جواه، او بيكتم اللي جواه، او بتحس ان هو زي ما يكون مش عايز يتكلم، او مش عايز يعبر عن اللي جواه، وهو زي ما يكون بيحب يكتم جواه. وانتوا زي ما تكونوا في حيرة من امركم، يعني هل هو بيحبني ولا مش بيحبني؟ طب هل هو عايز يرتبط بيا ولا لأ؟ طب هل في حد تاني في حياته ولا لأ؟ فكل الأسئلة دي كلها بتخليكم محتارين، لأن في كتير منكم بيتساءل عن نوايا الشخص ده، وعايزين تعرفوا إن هل الشخص ده اللي انتوا هتكملوا معاه حياتكم لأن انتوا عايزين ترتبطوا بيه، ولا هل هيجي الوقت والعلاقة دي هتنتهي وهضطر ارتبط بحد تاني، وانتوا كتير نفسكم الحياة تجمعكم مع الشخص ده، ويبقى في ما بينكم بداية جديدة وصفحة جديدة. بس أنا شايف إن في كتير منكم انتظرتوا كتير، وكتير منكم كان بمثابة دعم أو احتملتوا الظروف اللي ممكن تكون بتمروا بيها انتوا الاتنين. بس أنا شايف إن انتوا ما تتخيلوش حياتكم من غير الشخص ده. بس أنا شايف إن اللي انتوا الاتنين بتحبوا بعض كتير، وكتير منجذبين لبعض، وما تقدروش تعيشوا من غير بعض وبعاد عن بعض، ومشاعركم اتجاه بعض حقيقية. فبلاش إن انتوا تحطوا فيها علامات استفهام كتير، أو تتجاهلوها وما تثقوش فيها. الشخص ده جواه مشاعر كتير قوية جدا، ومشاعر حب كتيرة جدا اتجاهكم، بس انتوا زي ما تكونوا مش على علم بالمشاعر دي، او عندكم شكوك فيما يخص الامور دي. وانا شايف ان الشكوك دي بسبب ان انتوا ممكن تكونوا بتخرجوا الكلام من الشخص ده بالعافية، بس زي ما يكون هو متحفظ شوية، او زي ما يكون طريقة التعبير عن الحب هو متحفظ عنها شوية، او مثلا بعض الامور اللي انتوا عايزين تعرفوا ان الشخص ده قراراته فيها ايه، وزي ما يكون هو مش بيتكلم او مش بيعبر، او زي ما يكون مش معرفكم اي حاجة، او مش مبين لكم نواياه. عشان كده انتوا محتاجين لما تتكلموا مع الشخص ده تختاروا الوقت المناسب للموضوع المناسب اللي انتوا عايزين تفتحوا الشخص ده فيه. وحاولوا ان انتوا ما تدخلوش في الموضوع فجأة كده، ان انتوا مثلا تبقوا بتتكلموا عادي، وفي نص الكلام تفتحوا الموضوع بطريقة ودية في الامر اللي انتوا عايزين تتكلموا فيه، نظرا ان الشخص ده زي ما قلت لكم مش بيتكلم، او في حاجة كتير مخلياكم في حيرة من امركم بسبب تصرفات الشخص ده معاكم. وانا شايف ان في علامات استفهام كتير جدا حوالين نوايا الشخص ده اتجاهكم، وعن نوايا مشاعره ليكم. عشان كده الكروت هنا بتقول لكم حرروا نفسكم من الافكار السلبية دي. انتوا وصلتوا لمرحلة خليتوا نفسكم في وضع كأنكم مقيدين نفسكم، وحان الوقت اللي انتوا ترجعوا تسيطروا على نفسكم وعلى تفكيركم، عشان تقدروا تستعيدوا جمال حياتكم، وتقدروا تستمتعوا بالفرص والحاجات الحلوة اللي هتكون موجودة في حياتكم قريب بإذن الله. وانا شايف ان انتوا الاتنين محتاجين ان انتوا تحافظوا على العلاقة دي، وبلاش ان انتوا تدخلوا طرف تالت في العلاقة دي. وحاولوا انتوا الاتنين يبقى ذهنكم منفتح وانتوا بتتكلموا مع بعض، وما يبقاش في اصرار في الرأي، او ما يبقاش في انفعال، او ما يبقاش في عند وانتوا بتتناقشوا. ولازم تعرفوا ان انتوا الاتنين صحيح بتشاركوا بعض في الحب، بس كل واحد ليه طريقته عن التعبير عن الحب، وليه طريقته في التفكير والتصرف. فمش معنى ان انتوا الاتنين بتحبوا بعض يبقى تفكيركم لازم يكون واحد، او تصرفاتكم تكون واحدة. لأ، الحب موجود، لكن لكل واحد ليه طريقة للمعاملة للحب ده، او التعبير عن الحب ده. فبلاش الطاقة السلبية، وبلاش الخوف، وبلاش القلق، لان انتوا وصلتوا لمرحلة من التعب او من الانهاك، ومحتاجين ان انتوا تفوقوا. لان انا شايف ان حياتكم شايلالكم مفاجآت كتيرة جدا، وصحيح ان انتوا عايزين ترتبطوا بالشخص ده،
وعايزين تعرفوا إذا كان تصبروا ولا لأ. الكروت هنا بتقول لكم اصبروا، الشخص ده يستحق دعمكم ويستحق صبركم ويستحق احتمالكم. ولازم تعرفوا ان كل حاجة في حياتكم بتحصل بوقت معين، زي ما يكون اللي ربنا كاتبه لكم ماشي بترتيبه وفي مواعيده. انتوا الاتنين بتحبوا بعض حب حقيقي، وانتوا لازم تفرحوا بالحب ده وتستخدموا الطاقة الإيجابية اللي نابعة من الحب ده في ان انتوا تسعوا ان انتوا تكونوا افضل، وان انتوا توصلوا لأحلامكم، وتستخدموا طاقة الحب ده عشان تغيروا من طاقتكم. بس انا شايف ان الشخص ده بيحبكم هنا. وكمان انتوا هنا من القراءات الاستثنائية اللي نازل فيها كارت الخطوبة وكارت الزواج، معنى كده ان الشخص ده عايز يرتبط بيكم. وممكن يكون الارتباط ده زي ما يكون خطوبة او كتب كتاب، وزي ما يكون عايز يعجب من الارتباط بيكم، والعلاقة ما بينكم هترجع احسن من الاول، وزي ما يكون انتوا الاتنين هتنجذبوا لبعض اكتر، وهيكون موجود زي رابط ما بينكم اقوى، وهتقربوا لبعض اكتر. وانا شايف كمان ان علاقتكم العاطفية هتاخد مستوى اعلى في الارتباط، وشايف ان الشخص ده كتير بيخاف عليكم وكتير بيغير عليكم، وممكن يكون مش عايز يحملكم همه او المسؤوليات اللي فيها. بس انا شايف هنا ان هيكون في عرض ارتباط باذن الله، فاستبشروا خير وما تقلقوش، وخرجوا الافكار السلبية من دماغكم. ولو عجبتكم القراءة ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة.